ويستاهل جمهور القناة ويستاهل ضيوفك كمان. الله يسعدك. طبعا الموقف حصل معي، أنا كنت سابقا عسكري وتقاعدت، لكن الموقف هذا حصل معي في المستشفى العسكري. طبعا بالعادة أدخل المستشفى لا لوحة اسم ولا حتى أحد يعرف علي تفاصيل، لأن هذا عسكري بس أتكلم بأي لهجة براحتي. يا سلام. فدخلت على دكتور، أول ما شافني قال لي أنت حاتم؟ قلت له أوه. قال لي تعال، فجلست عنده مسكني. مصري الدكتور؟ مصري. قعد يكشف كده، قال لي ايه المشكله اللي عندك؟ قلت له دكتور اتضربت من 10 سنين، دلوقتي اترشيت في سنقيت في الدنيا مش سامحك في خالص. الدكتور مسك وداني كده، قال لي ايه؟ قلت له مش سامح خالص، وداني اليمين. قال لي ممكن ما تتحركش من مكانك؟ قلت له ماشي. قال لي دقيقتين ما تتحركش من مكانك؟ قلت له ماشي. قال ما تتحركش خالص؟ قلت له ماشي يا دكتور. الله هو في ايه؟ فقام من عندي هو قام من عندي وانت قعدت سايق عليه. قام من عندي الدكتور وراح جاب الامن العسكري. اول ما جاء الامن العسكري قالوا ده مصري لابس بدله عسكريه ماليش دعوه. الله. انا هنا لما جت معاه كذا ومشت في الامور انا مشيتها. طبعا اللي حصل انه ناداني العسكري قال لي طلع بطاقه العسكريه، طلعت له بطاقه حقت المستشفى صغيره لا فيها ما هي بطاقه رسميه، لا بطاقه حقت المستشفى. قال لي اعطيني البطاقه العسكريه، ابغى البطاقه العسكريه. قلت له معيش. قال ليش؟ قلت له معيش. قال معكش؟ انا عايز اسمع ايش دي، تعال. يجرني معاه، فجلست سويت لهم موقف ما حصل في حياتهم. حتى وصلت الى مدير المستشفى الله يمسيه بالخير. وانت لسه تتكلم مصري؟ مصري، وحتى وصلت عندهم ومشيت على اني مصري لحد ما وصلت مدير المستشفى الله يمسيه بالخير. وما ضحكت هذا كله يا حاتم؟ ما شاء الله ما في احد عرف الى الان. لا انت ماسك نفسك. لا ما اضحك. ما شاء الله عليك. انا دم مواقف. هذا ميزه حاتم ما يضحك، هذا اعرف. طبعا 10 سنين الموضوع هذا، مو يوم ولا يوم، اكثر من 10 سنين. اسلم. طبعا وصلت الى حد مدير المستشفى الله يمسيه بالخير اللي هو غالب حريبه الجهني. ودخلت وتعرفت عليه ما شاء الله، حتى هو له باللهجات، يعني يعرف باللهجه السوريه ما شاء الله، جدا جدا متقن لها. حتى كنت اقف معاه وهو لابس البدله، وتخيل يعني برتبته كان وقتها عميد، وبرتبته واقف وانا واقف بالرتبه حقتي، هو يحكي معي بالسوري وانا بحكي معه بالسوري. العساكر لك الله وكيلك رايحين جايين عم بتطلعوا فين ويقولوا شو نحن في الجيش السوري ولا السعودي؟ ما عارفين. فاللي حصل انه بعد ما حصل الموقف هذا وعرفوا اكتشفوا ان انا سعودي. متى اكتشفوا انه؟ لما وصلت عند المدير، عند مدير المستشفى عرفوا ان انا سعودي. هو مدير المستشفى عرفها. ايوه هو اللي كشفني. عرف إن شلون كشفك يا حاتم؟ دخلوني عليه. ايه طبعا انا جيت مع ضابط استخبارات حق المستشفى ودخلني جوا على اللواء، ودخلت واعطيت تحيه عسكريه. طبعا انا برا كنت مصري، هنا انا قلبت رجعت سعودي. الله. فقال لي ايش عندك هنا؟ قلت له طول العمر السلامه انا جيت هنا بتعالج، وهم يقولوا لي انا مصري. انا ماني مصري، انا سعودي. النقيب اللي كان معي انفجع، قال والله مصري. والله كان يبكي، والله كان يبكي. والله كان يبكي. الحين يعني العميد ما يدري هو يصدق زميله ولا يصدقني انا، ما يدري. رجال اللي عند الغاد ما يقول. رجع رد علي بسؤال قوي جدا، يعني قال لي ايش عندك انت هنا؟ قلت له يا سيدي الله وكيلك ما في شيء بنا، وبجيت لعندهم جديد تعالج، عم يقولوا لي مصري، والله مو مصري انا. هنا العميد عرف من الموضوع فجلس يضحك. النقيب اللي كان واقف طالع فيه قال جني. جني والله جني. فدخل السكرتير شهري الله يمسيه بالخير برضه. طبعا تعرف حتى لهجة الجنوب جميلة جدا، خاصة لهجة بني شهر. فقال والله هذا زميل انا والله حيت المنصور البلوي، يقول والله ضحك علي يقول لهم والله انا مصري ولا هو مصري والله. دخلنا بعدها تعرفنا على بعض، رحت انا ومشيت. اللي حصل واللي ابغى اجيبه له موقف هذه اللهجه الجاويه. اسلم. طبعا بعد 3 ايام انا رجعت اراجع المستشفى. اسلم. ومريت من لا عند تقول لي العياده بالبدله العسكريه. بالبدله العسكريه. ومريت من عند العياده حقت الدكتور المصري. اول ما شفته كان واقف على باب العياده. هو لما شافني اول ما شافني كذا قال اهلا بتاع كله. طبعا هو عرف، كان رايح يطلب شهاده شكر انه هو سلمني، فقالوا له انه هذا الرجال سعودي مو مصري، فما صدق. قال لك بعدها اهلا لما شافني هو الدكتور، اول ما شافني قال لي اهلا بتاع كله. كانت وراه واقفه وحده فلبينيه مستخدمه في نفس المستشفى الله يكرمكم كل المستمعين والحضور والمشاهدين، كانت تمسح السيراميك. فكانت واقفه الفلبينيه وراه، وهو اول ما شافني قال لي اهلا بتاع كله. انا جيت ولابس البدله تخيل، وتكلم معاه بالجاوي. السلام عليكم كيف حال دكتور؟ مية مية. الفلبينيه اول ما شافتني قالت وين ما بيجي سعودي.
دفت عربيتها مشهد واحد.